بعد سقوط النظام سنحاسب الناس، بعد سقوط النظام سنحاسب الناس، سترون هذا. ببداية الأحداث فضيلة الشيخ كانوا يضربون الثلاجة والمازوت في البيت، الآن أصبحوا يفجروا أنابيب نفط بالكامل. يعني نشاهد هذه الصور التي تخرج الآن على الشاشة، كيف يفجرون أنبوبا كامل للنفط والذي يمر من في حمص. فلم يعد فقط تهديم الثلاجات وتهديم المازوت وإحراق المازوت في البيوت، بل حتى أنابيب النفط في كل سوريا تفجر الآن من قبل هؤلاء. فمن المستفيد من هذه الأعمال شيخنا؟ هذا حتى هم في هذا القصف، هذا القديم ولا الجديد؟ هذا جديد فضيلة الشيخ. هذا جديد. نعم. هذا لهم حتى يغطوا على الأقمار الصناعية التصوير. الآن لما خرج السفير الأمريكي، هذا كان في سوريا. نعم. الحقيقة نحن عاجزون عن شكر هذا السفير الأمريكي، وكنا نتمنى من الإدارة الأمريكية أن تعي تقارير هذا السفير وأن تصدق هذا السفير. سترون هذا.